هلا عم نحكي بقى على اتيكيت اكل اليبرق. خيتو انا اتيكيتي انه الف كل 4-5 يبرات بشقفة خبزة واكلهم مثل السندويشة، بصير هيك؟ مسموح ذلك، نعم. لسه قدامي زبدية حمض يبرق خاصة إلي، بلت فيها سندويشة اليبرق، بخليها الخبز يتشتش بالحمض وكل اياه معبته، غير نغم. وانا مثلك ذات الشيء، بحب اكل اليبرق بالخبزه، بس ما بترصرص لما بكون معزومه عند حدا. يعني عند حدا ان شاء الله بتاكلي اليبرق بالفرتيكه؟ لا طابل، باكل يبرقات بايدي. اصبح موعد ناكل يبرق بايدنا. فين العيب؟ مو بقولوا انه اليبرق لفوا وقت واكلوا لقط؟ بقصدوا باللقط استعمال الايد، هيك علمونا اهل الاول، اهل الاصول والاتيكيت المزبوط. والله على راسي. هلا بدك تحكي لنا على اصول اكل الكباب، ولا بصعبيه تخلي الخلق تشلي علينا. شوف، إذا كانت الكبة قراصة أو دراويش بتتاكل بالإيد بدون أي خجل. كويس. ما بتقسمها بالفرتيكة والسكينة وبتخلي الحشوة تنبحث بالشناق وتحتار بقى شلون بدك تلمها. لا، بتكمش درويش بإيدك، بتعد منه أول لقمة، ثم بتبعده عنك شي 30 سنتي، مقدار 30 سنتي يعني، وبتعمل لك بقى نظرة على الحشوة في وسط الدرويش وبتتابع الأكل. ليش بقى هالحركة؟ مو بدك تعرف شو عم تاكل؟ الحشوة بصلة كتير، لا لحمتها أكتر، فيها جوز، فيها رمان. والله الكبة إيش من كانت محشية أنا بحبها. لك صحيح كمان مسموح ألف قرص الكبة بشقفة خبزة وأكلهم مع بعض؟ يا مش عم تحب الخبز؟ هيك أنا بحب أكلها، وخصوصي إذا كانت مشوية وفيها شحمة. تخيل كل ما تشتي نفسك، ما حدا له خص فيك، المهم إنك تاكل بهدوء، بدون صوت، بدون تلميط، ما تحكي واللقمة بتمك، ما تشوبر وانت كامش الكبة بإيدك وتنبحث الحشوة هون هون ومكنسيها معبدة وراها. غير هيك كل على راحتك، ألف صحة وهنا نظري. على قلبك يا أم عبيد. مشان أنواع الكباب التانية مثل الكبة بصينية، الكبة المبرومة، الكبة الصاجية، الكبة السياخ، شلون نظام أكلهم هدول؟ إذا بالبيت وما في حدا غريب تريد تاكلهم بإيدك، تريد تلفهم بالخبزة، أنت حر. وإذا عند العالم شلون تأمري أكلهم؟ ممكن بالإيد وممكن بالفرتيكة. إذا حبيت تاكلهم بالإيد إيه حبيب، تكمش سقطت الكبة بصينية أو شوفة كبة المبرومة، بتستعمل إصبعتين فقط لا غير، ما بتستخدم كل أصابع الإيد كأنه عم تاكل سندويشة فلافل. ولا تكبر اللقمة مشان ما تضطر تفتح تمك مثل مغارة جعيتها قدام الخلايق، عيب. يا أمرك ست اتيكيت خانم. هلا إذا خدت تجور على حالك وتاكلهم بالفرتيكة بكون أحسن. لا خلينا بالإيد، أطيب وأريح. على راحتك. وصلنا هلا للكبة النية، شلون أصول أكلها هي؟ إذا تقطوعات تسناول لك كم تقطوعات، تحطهم بشنقك وبتاكل بإيدك بدون أي حرج. أما إذا كانت الكبة النية ممدودة بجاط كبير، تاخد شقفة كبة من الجاط بس مو بمعلقتك. لكن معلقة اللي جنبي؟ لا، بالمعلقة الكبيرة اللي محطوطة على الجاط. معلقتك اللي عم تاكل فيها ما بتطالع برات حدود شناك طاول، يعني تخليها تتفتل من جاط لجاط وتسكب من هون وتسكب من هنيك، هي تعتبر جريمة بحق الاتيكيت. يا لطيف يا لطيف، منيح قلتيلي لأدير بالي.